الكريب الحادق بتاع المحلات من الحاجات اللي انا بحبها جدا، فلو انتوا كمان بتحبوه قوي زيي تعالوا اوريكم ازاي بيتعمل في البيت بكل سهوله، وكمان نتيجه مضمونه واحسن من المطاعم بكتير. علشان اسهلها عليكم النهارده هعمل معاكم الكريب في الخلاط بخطوه واحده بس. وانا عندي هنا جبت الخلاط بتاعي، حطيت فيه كوبايتين من الميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه. حطيت عليها كمان كوبايتين من الدقيق وبيضه، البيضه دي اختياري بس انا بحطها يعني بتزود القيمه الغذائيه شويه. وشويه ملح وشويه فلفل اسود، يعني لكل كوبايه من الدقيق هنستخدم كوبايه من الميه. ضربتهم مع بعض في الخلاط كويس، وبعد كده جبت الخليط بتاعي ده صفيته. علشان بس ما يبقاش فيه اي تكتلات من الدقيق او اي حاجه ممكن تضايقنا في الاكل، والخطوه دي مهمه قوي. بعد كده بعد ما صفيته، القوام بتاعه طبعا زي ما انتوا شايفين كده، قوام هو خفيف، بس برضو مش خفيف قوي زي الميه ومش تقيل زي قوام الكيك، هو زي القوام اللي انتوا شايفينه في الفيديو ده بالظبط. هدخله بقى التلاجة نص ساعه قبل التسويه. بعد ما دخلته التلاجة نص ساعة بجيب طاسة عندي، اهم حاجة تكون الطاسة ما بتلزقش، وهحط فيها نقطة زيت وهمسحها كده بالفرشة كويس. وكل ده طبعا على نار هادية زي ما قلتلكوا، وبجيب كبشة كده من الخليط بتاع الكريب ده. وهبدأ احركها بقى كده يمين وشمال في الطاسة علشان تاخد شكل دائري زي ما انتوا شايفين. ومش هحركها خالص ولا هحط عليها اي سباتيولا ولا اي حاجة لحد ما لونها يبدأ يتغير زي ما احنا شايفين في الفيديو كده، من الابيض للون الاصفر. هتبدأ تستوي مع نفسها، وهي تلقائي اول ما بتستوي بتبدأ تفك من الرحراف. انا يا دوب بس بسلك الرحراف كده، وبعدين بحركها في الطاسة بلاقيها بتتحرك زي ما انتوا شايفين. وبس دي نتيجته كانت في النهاية، العجينة طرية قوي ومش تخينة خالص، وبتتنيها وترجعيها زي ما كانت تاني، ما بتتقطعش معاكي ولا اي حاجة. بجد كانت نتيجته ممتازة، وزي ما قلت لكم احنا ممكن نعمله بدقيق ومية بس مش اكتر من كده. طبعا لو عايزينه يبقى كريب حلو بنشيل الملح والفلفل وممكن نحط شوية فانيليا ولا حاجة. في الخطوة اللي بعد كده هبدأ أجهز الحشوات بتاعتي. حشوات الكريب كتير ومختلفة. أنا النهاردة بقى هعمل حشوتين، حشوة الفراخ وكمان هعمل شوية كده من الهوت دوج. جبت شرايح بانيه كانت عندي في الفريزر متبلة أصلا جاهزة بالملح والفلفل والبصل. يا دوب بس قطعتها شرايح، قلبتها تقلبتين كده في الزيت، وحطيت عليها شويه من البابريكا المدخنه، ورشه صغيره من الفلفل الاسود، ورشه بسيطه كده من الملح علشان بس الخضار اللي انا ضفت عليها بصلايه متقطعه مكعبات، وكمان شويه من شرايح الفلفل الرومي الاحمر، وشويه ميه صغيرين علشان اتاكد انها مستويه كويس. نفس المكونات دي او نفس الخطوات اللي انا عملتها هنا دي، جبت شويه من الهوت دوج وقطعتهم وعملت نفس الخطوات اللي انا عملتها مع الفراخ، بس زودت هنا بقى شويه ملح وفلفل علشان اتاكد من التوابل والبهارات بتاعته. بعد كده بقى جبت عندي هنا الكريب اللي انا عملته، تنيتها على اتنين بالشكل ده، وبدات احط بقى جبنه موتزاريلا وجبنه رومي وطماطم وفلفل وزيتون والحشوه اللي انا عملتها. وبدات اجهز الكريب اللي عندي بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. بعد كده بقى علشان اسويه جبت نفس الطاسه اللي انا عملت فيها الكريب ودهنتها دهنه من الزيت، وحطيت عليها الكريب اللي انا عملته. اهم حاجه احطه في الاول على الناحيه اللي المفروض مفتوحه علشان تتقفل كويس. بفضل اقلبه على الناحيتين لحد ما ياخد لون ذهبي ويبقى مقرمش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبجد نتيجته بالنسبه لي كانت مرضيه وكانت حلوه جدا. بتمنى تجربوا الكريب بالطريقه دي ويعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب.